سلام. موضوع كتير مهم، وبدي منكم اذا بتشوفوه عندكم بستراكشر الحديد تبع السولار بانل، واذا كانت موجوده ما تسكروا له حسابه للحداد او للمقاول، مين ما يكون، اذا هي موجوده عندك. وهي هاي لما يجي الحداد يلحم تو اليمنت بطريقه معينه او باسلوب معين بنحكي فيه بالفيديوهات الثانيه. اللي صاير هون انه الحداد ما داهن نقاط الحام. في كتير ناس تستخف بهالموضوع، مع انه هيدا موضوع مثل العدوى. مثل ما شايفين هيدا خط الحام عم ينقل العدوى على الاليمنت اللي تحت، عم ينزل نزول حتى نقل العدوى على الاليمنت فوق. هون حديد كالفانايز، مش كالفانايز ضد الصدى يحاول صدى، لا هي عدوى. حتى لو كان كالفانايز، حتى لو كان شو ما كان، هيدا حديد اسود بالنهاية. هيدا حديد اسمه حديد. فالمفروض نشيل اول شيء الفضلات، نشيلهم هون اليدويا مثل ما شفتين الفضلات. نشيل فضلات الحام، نجلخها بالصاروخ فشاية حديد ويرجع يدهن هيدي الاليمنت. فالدهان كتير مفيد بهالموضوع. رجاء ما تدفعوا مصاري الا لتشوفوا دهان الحدادية دهنوا هون. مش بس هيك دهان، انتبهوا، اذا دهن فوق الفضلات او الوسخ الحام ما كأنه عمل شيء. بدنا نشيل الفضلات والوسخ، حلفة يجلخها بالصاروخ فشاية حديد ويدهنن ليحافظ على الحديد.